كتيرة ومالية السوق. هتتغدي هتتعشي وهتفطري وهتحلي بيها. أيوة فعلا، الكلامنتينا مالية السوق الأيام دي، وما شاء الله سعرها حلو جدا. ما شاء الله الكمية دي كلها كانت تقريبا ب10 15 جنيه، والله مش فاكرة قوي. يعني أنا كنت بصراحة جايبة الكيلو وربع ب5. حلوة جدا ما شاء الله. بس كان حجمها لسه صغير، ما كانتش يعني ايه، مش موجود دلوقتي اللي هي الحجم الكبير. طيب هنعطل على حاجة؟ لا خالص، ده احنا هنعمل بها وصفة حلوة قوي قوي. هنفطر بيها كل يوم، وكمان هنتعشى بيها، وكمان ممكن تبقى سناكس كده بين الوجبات. تعالوا نشوف هنعمل ايه، واللي هيفيض مننا هنحل بيه. تعالوا، انا جبت كمان 7 كلامنتينات كده، هما كانوا حجم صغير، عشان كده جبت 7. بس انا مش هستخدم ال7 كلهم، غسلتهم كويس. وهجيب الخلاط بتاعي يكون نضيف كده، ويكون مش فيه اي مية. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بالكلامنتينا الحلوة قوي ديا. هنعمل بقى حاجة جميلة جدا، طعمها رائع. ريحتها هتقلب ريحة البيت رأسا على عقب زي ما بيقولوا. بجد حلوة قوي 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 قوي. ولما اقول قوي قوي يبقى حلوة قوي قوي ان شاء الله بجد، وهتعجبكم، وجربوها بنفس الطريقة والتكات كده. انا جبت الكلامنتينا كده، قسمتها كده نصين. الكلامنتينا دي يا جماعة غير السفندي، الكلامنتينا ديت اللي هي بتبقى القشرة بتاعتها رقيقة، مش زي السفندي. السفندي بيبقى القشرة بتاعته سميكة، وانتوا عارفين طبعا. تمام. هبدأ ان انا اقسمها كده نصين من غير ما اقشرها، وهطلع كل البذر واتأكد ان انا طلعت كل البذر اللي فيها. تمام. وهجيب برضو كام واحدة كده برضو واقشرهم بقى. يعني هشيل القشر وهشيل البذر، ولو في حته ورا اللي هي الحته الخضرا ديت بشيلها. تمام. كام واحده كده بقى ايه، انا مش هستعملهم كلهم. يعني انا قطعت كده 2 كلمنتين كده نصين بالقشر بتاعهم وشلت البذر، و... و2 هقطعهم من غير القشر. وبرضو هحاول ان انا اشيل البذر اللي فيها. تمام. هحط كل الخليط دوت معايا في الخلاط. حبايب قلبي، انا عايزه افكركم الاول كده قبل ما ندخل على محتوى الفيديو، ما تنسوش اللايك لو الفيديو عجبكم طبعا. يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك، واللي ما اشتركش في القناه يشرفني واشترك في القناه. انا ام عمر، وقناتي سهل وبسيط مع ام عمر. يا ريت يا حبايب قلبي ما تنسوش اللايك، بفكركم تاني، وتشتركوا في القناة، ويا ريت تفعلوا زر الجرس، وتختاروا كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. تمام. هبدأ بقى ان انا اقطعها كده، واي برضو حتة كده انا بقطعها لقيت فيها بذرة ولا حاجة اشيلها واحطها في الخلاط. كله بقى هيستغرب دلوقتي، انت هتحط الكلامنتينة بقشرها في الخلاط؟ ايوه. 2 زي ما انا قلتلك كده قطعيهم بقشرهم، و3 كده ولا حاجة، ولا 4 من غير القشر طبعا عشان هي حجمها صغير. لو حجمها كبير بتحط مثلا بتستخدمي 4 وحدات من الكلامنتينا أو 5، ده لو حجمها كبير قوي. تمام. أنا كل دوت انت بتعملي ايه؟ أنا هعمل لكم صينية كيكة بس زي ما الكتاب قال. بجد اسمعوا بس مني وكملوا الفيديو للآخر. انتوا مش هتاكلوا كيكة، أنا عايزة أقول لكم هتاكلوا فعلا بدون مبالغة جاتوه. وهتحط معاها نص كوباية مية وهتفرمها كويس جدا في الخلاط كده، وهجيب مصفى وهصفي كل الخليط ده. انا عايزه حوالي من كوبايه لكوبايه وربع كده من العصير اللي طلع من الكلامنتينا اللي بالقشر ومن غير القشر دوت. بس اهم حاجه ان انا اصفي كويس جدا بالمصفى. لو في بذره بقى مش خدت بالي منها، لو في بقى القشر، لو في التفل بتاعها دون كل دون، انا عايزاه الخليط ناعم مش في اي حاجه، فانا هصفي كويس جدا كده بالمصفى لغايه ما خلاص انزل كل الخليط الناعم. بجد جربوها، انا واثقه ان هي تعجبكم جدا. اللي هيقول لي لا ده هيبقى فيها مراره ازاي القشر وازاي مش عارف ايه، خالص اطلاقا، ولا ريحه اي نسبه مراره. بنسبه بنسبه 0% حتى، مفيش اي مراره نهائي نهائي. ده بالعكس، ده بيدي لون وبيدي كمان ريحه. انا عايزه اقول لكم كمان ريحتها فظيعه، يعني عايزه اقول لكم ريحه ملهاش حل وطعم جميل جدا، مش هيتشبع من اكله. تمام. حطيته تاني في الخلاط اهوت الخليط بعد ما صفيته معايا بيضتين. ديت بيض بلدي. لو انت عندك بيض كبير اللي هو بيض المحلات الدوت الاحمر او الابيض، حط بيضه واحده. انا استعملت بيضتين عشان هما بيض بلدي، وانتوا عارفين البيض البلدي صغير. تمام. هنزل بالبيض كده على الخليط، طالما في بيض يبقى فيه فانيليا. كيس كده من الفانيليا او فانيليا سايله اللي موجود عندك، وحطيت حوالي معلقه من الخل، واحط حوالي كوبايه وربع من السكر. تمام. وكل دوت وكمان نص كوبايه من الزيت. هسيب لكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف، اللي ما يعرفش صندوق الوصف هتتك على عنوان الفيديو هيوديك لصندوق الوصف ان شاء الله، هكتب لكم كل المقادير فيها.
تمام. حطيت نص كوباية كمان من الزيت، يبقى من حوالي كوباية وربع سكر، او يعني هي مش كانت كوباية وربع بصراحة، يعني هي كوباية وربع مثلا ومعلقتين، يعني داخلة على الكوباية ونص. ضربت الخليط ده كله في الخلاط كويس جدا، وبعد كده بقى كوبايتين ونص كده من الدقيق المنخول، عليهم باكو بيكنج باودر. كوبايتين ونص دقيق منخول، لازم تنخليه علشان الكيكة تطلع معاكي هشة، وتطلع معاكي طرية كده، وتطلع معاكي كده مفرغة وجميلة كده. تمام. حطيت الخليط، بص بقى مفيش اسهل من كده. يعني انت عندك شويه كلامنتينا جايباهم، والله لو حتى جايبه كيلو واحد بس، كيلو واحد بس، ما شاء الله هتلاقي، بص يعني هتاخدوا منه شويه، هتعملي كيكه، هتفطري وتتعشي بالكيكه دي. وكمان عايزه اقول لك كمان هيفوض منك بقيه الكلامنتينا، تحلي بها بعد الاكل، العيال ياكلوها يقشروها، بصي تحفه. تمام. انا عايزه الخليط معايا يعني شبه سايل كده زي ما انتم شايفين. جبت صينيه، ده بطنتها بالزبده والدقيق، او بالزيت والدقيق اللي متوفر عندك. طبعا في التوقيت دوت انا مولعه الفرن على 180 درجه، وهحط الصينيه ديت فرن اوسط، رف اوسط، مش هولع من فوق، انا هولع من تحت بس. بتقعد معايا من 35 دقيقه لساعه الا تلت، طبعا على حسب فرنك. تمام. بدخل خبطتين كده وبدخلها. بصوا، بصوا الهشاشه، هي كانت يعني بصوا تحفه 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 كده، ما شاء الله بجد النتيجه وهم. تمام. هبدأ بقى ان انا اطلعها، وكمان عايزه اقول لكم عاليه جدا مش باينه كمان، والله عاليه وجميله جدا. هطلعها كده، بصوا. عايزه بقى تسيبها في الصينيه براحتك، انا بوريكم ان هي عاليه ما شاء الله وحلوه جدا، بس طبعا ما هياش باينه في الصينيه والكاميرا مش موضحاها. وعايزه اقول لكم لونها كان احلى من ما انتم شايفينه كده بكتير، لونها فاتح كده وهش كده وحلو قوي. بصوا، بصوا الهشاشه كده وانا بقطعها، بجد حلو قوي. اللي نسي بقى يحط اللايك، يا ريت يا حبايبي ما تنسوش تحطوا اللايك. طبعا هي كانت لسه سخنه وانا بقطعها كده، كانت لسه سخنه دافيه، يعني لسه دافيه. لو سبتها كمان بردت قوي هتقطعها بمنتهى السهوله. كانت بتطلع معايا كده لانها كانت يعتبر لسه سخنه، وانتوا عارفين الكيك ما بتقطعش وهو سخن، فانتوا ما تعملوش الحركه ديت الا لما تبرد خالص خالص. بصوا، بصوا ما شاء الله عليه قدين، وبجد هشه قوي قوي قوي. لا بجد حلوه حلوه قوي، انا عايزاكم تجربوها، وريحتها وطعمها بالكلامنتينا اللي بقشرها ديت تحفه بجد. قلبه ريحه البيت برتقان خالص، انت عارفين اصلا الكلامنتينا ريحتها قويه، فبجد حلوه قوي. بصوا الجمال. انا عايزه بس اعمل لكم زوم كده واقرب لكم كده علشان تشوفوا بجد جميله ومفرغه ولونها جميل. انا مستخدمه على فكره دقيق مخصص للكيك، انت ممكن تستخدمي اي كيك عادي، اي دقيق عادي، بس مش هيطلع معاكي باللون التحفه اللي قوي دوت، ولا الهشاشه ولا الجمال ده. على فكره برضه هيطلع طعمه حلو وريحته حلوه ونفسه حلو وكل حاجه، بس صدقوني الدقيق المخصص للكيك بجد، تجيبوا كده كيس كده دقيق مخصص للكيك وتعملوا الكيكات بس، بيفرق قوي قوي في طعم الكيكه على فكره، وفي نسبه نجاح كمان الكيك. بس انتوا لو عملتوها برضو بالدقيق العادي هتبقى برضو جميله، بس مش هيطلع معاكم باللون الروعه اللي انتوا شايفينه ده. بصوا الهشاشه جميله والله، احسن من النايت اللي بيتباع في المحلات، حلوه قوي قوي قوي. جربوها، ويا ريت اللي جربها يكتب لي في الكومنتات. ما تنسوش اللايك، الاشتراك في القناه حبايب قلبي. بصوا الجمال، مش قادره اوقف مع انها كانت سخنه، وانا اصلا مش من هواة الكيك قوي، يعني انا طبيعتي انا بحب اعملها للولاد، ما بحبهاش قد كده، بس بصراحه انا هاكلها وبص جميله. ما تنسوش بقى اللايك. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.